ايماجيني معايا انك واقف في واحد النقطة A وخاصك توصل للنقطة B، والنقطة A و B بيناتهم مسافة ديال 10 متر. هنا انت محتاج تحرك باش توصل ل B. لنفترض انك خطيتي خطوة وحدة ووقفتي، واش غتكون وصلتي ل B؟ اكيد لا، وانما خاصك دير خطوات متكررة حتى توصل للنقطة B. هذا مثال بسيط على كيفاش انه مع وجود هدف، واحد نقطة انطلاق، بيناتهم واحد التكرار واصرار، قادر بهم توصل لأي حاجة بغيتيها. مرحبا بك في هذا الفيديو. ما تنساش معك واحد لايك وسبسكرايب، وبلا ما نطول عليك غنجاوبوا على 3 ديال الأسئلة مهمين بزاف. أول سؤال، الدور ديال التكرار في ترسيخ المعلومة. ثاني سؤال، كيفاش هاد التكرار كيأثر على اللاوعي ديالنا أو العقل الباطني. ثالث سؤال، شنو الفائدة أو النتيجة ديال هاد التكرار، يعني إلا بقيتي كتكرر شي حاجة كل نهار شنو غيوقع. فتبع معايا الفيديو حتى الاخير باش تفهم البلان كي داير. نبداو مع السؤال الاول اللي هو دور التكرار في ترسيخ المعلومات. مثلا الا قلت لك جمله وسط الكلام وما قلتش ليك راه غنعاود نسولك عليها، وفاش دازت واحد 5 دقائق عاود سولتك، انا متاكده ما غاديش تعقل عليها، وحتى لا عقلتي غدير فيها اخطاء، يعني غتعاودها مخربقه. على العكس الا عطيتك جمله ولكن وقلت لك راه غنعاود نسولك عليها ودازت ساعه مثلا وسولتك عليها، انا متاكده انك غادي تبقى عاقل عليها بكل بساطه، حيت فاش علمتك انني غنعاود نسولك هذا كان بمثابه محفز اللي خلى جميع الانظمه والاجهزه ديال الجسم ديالك تكون مركزه وعاطيه الامر اهميه. وبالخصوص الدماغ، عطيتك واحد الامر للدماغ ديالك ان هاد الحاجه ما خاصهاش تنسى، فالدماغ ديالك اول حاجه غيديرها هي غيبقى مركز مع هاد الجمله وغتبقى تعاودها مرارا وتكرارا مع راسك. فديك الجمله كتدخل العمق ديال التفكير، كتوقف على كل حرف وكلمه فيها كتحللها. داكشي علاش كيسهل انك تفكرها من بعد بكل سهوله واخا دوز عليها مده اللي طويله. والفضل كيرجع للتكرار، حيت كون ما كررتيهاش اكيد ما كنتيش تعقل عليها. وهنا كيبان ليك الدور ديال التكرار في ترسيخ المعلومه. ثاني سؤال، كيف يؤثر التكرار على العقل اللاواعي؟ كتكون سايق الطوموبيل ديالك، كدوز الفيتاس، كتهضر في التليفون، توقف في الاشاره، تسلم على شي صاحبك هادي 10 سنين ما تلاقيتوش، وهادشي كامل كديرو عقلك مشغول كيفكر في شي حاجه اخرى حتى كتوصل للبلاصه اللي انت غادي ليها. غتقول لي هادشي عادي، غنقول لك عقلتي على اول مره سكتي فيها، خايف وكترعد ومركز بكل الاجهزه والانظمه الواعيه واللاواعيه وما عارفش منين تبدا. كنظن وصلتك الفكره على كيفاش التكرار كيأثر على العقل اللاواعي ديالنا وكيخليه يدير داكشي اللي ولف عليه. فاش كنتي صايق وانت مرتاح، ماشي انت اللي كنتي صايق وانما العقل الباطني ديالك. بقوة التكرار كل نهار كتسوق صافي يحفظها وولف على الطريقه، فما بقاش محتاج العقل الواعي. وهنا كاين ادوات اللي كيستخدمهم العقل الواعي باش يتعرف على الاشياء. هاد الادوات هما الحواس. مثلا باش تعرف المذاق ديال الماكله كتستعمل حاسه الذوق، وباش تميز بين هذا ليل او نهار وبين هذاك حل او ابيض كتستعمل حاسه البصر، الى اخره من الحواس كل وحده والوظيفه ديالها. هذا بالنسبه للعقل الواعي. اما بالنسبه للعقل الباطني او اللاواعي، فراه باش يحصل على المعلومات عنده أداة واحدة فقط اللي كيقدر من خلالها يتوصل بالمعلومة. الأداة اللي إلا استخدمتيها تقدر تتحكم في عقلك اللاواعي هي العقل الواعي بكل بساطة. باش عقلك الباطني يقتنع بأنك خايف، خاص عقلك الواعي يقول أنا خايف ويبقى يكررها. بحال مثلا فاش كتكون محتاج لواحد 100 درهم كتمشي تقولها لامك، وامك هي اللي كتقنع بها باك باش يعطيها لك عن طريق انها كل مره كتقولها ليه. ببساطه فاش كتبقى تكرر شي حاجه لواحد المده كل نهار كتولي المساله اعمق من انها توصل لعقلك الواعي فقط، وانما كتوصل للعقل الباطني ديالك. داكشي علاش كتولي ديرها بلا ما تحس وبلا ما تخدم عقلك الواعي. بحال قلتي عقلك الواعي كتحتاجو غير في ديك المرحله الاولى ديال التعلم، يعني شي حاجه اللي كتكون جديده عليك، صافي من بعد ومع التكرار ديال ديك الحاجه كيقدر العقل الباطني يحفظها ويولي يديرها لراسو بلا ما يحتاج يفيق العقل الواعي، يعني كتولي عنده بحال الروتين. كإضافة العقل الباطني كيولف على داك الروتين بزاف وكيولي صعيب أنه ينساه أو لما يبقاش يديرو. على سبيل المثال
بعض المرات كتبغي غير تغسل حتى كتلقى راسك كتوضى لا اراديا بدون وعي منك. وشحال من واحد فينا فاق الصباح لحد ووجد راسو باش يمشي للخدمه او لا يمشي يقرا. وهنا فين غتبان لك قوه تاثير التكرار على عقلك. الا ولفتي عقلك وقنعتي بفكره انك حزين غتلقى راسك انك كتحس بشعور الحزن والكآبه بدون اي سبب، حيث بكل بساطه التكرار يولد الرسوخ وفعل الاشياء لا اراديا وبدون وعي سواء افكار او لا افعال. ثالث سؤال: ما هي فائده او لا نتيجه التكرار؟ فاش كتكون كتفرج في التلفازه كتشوف الاشهار ديال واحد المنتوج معين، كتدخل التليفون كتلقى تاني الاشهار ديال نفس المنتوج، كتكون غادي في الزنقه حتى كتلقى لافتة ديال نفس المنتوج داير ليه اشهار، كتجيك الامر عادي وما كتردش البال حتى كتمشي لشي سوبر مارشي وكتجي عينك على داك المنتوج، فراه كون اكيد انك غادي تشريه بلا ما تحس. وحتى الا كان عندك الاختيار بين منتوج اخر وهذا المنتوج كون اكيد غادي تختاره هو. وحتى لما كانتش في الاستطاعات ديالك انك تشريه، المهم تكون عندك الرغبه والثقه فيه عمياء، وهكا غتكون الشركه ديال داك المنتوج نجحات في انها تسيطر وتتحكم في اللاوعي ديالك غير بالتكرار. كثرة ما شفتي داك المنتوج ولفتي عليه، وداكشي علاش تلقى الشركات وماركات عالميه ناجحه كتخسر ملايين الدولارات على الاشهارات ديالها. راه حتى فاش كتبغي تتعلم لغه جديده راه ما يمكنش غير تسمعها اولا تشوفها المره الاولى تعلمها، وانما على المدى البعيد يعني كتعلم اليوم غدا تاني تتعلم كلمه اولا جوج، بعد غدا تكتب باراغراف وانت غادي، يعني كتكررها كل نهار، حيت الا ما كررتيهاش ما غاديش تكتسبها. وهنا فين كتبان لينا الاهميه ديال التكرار اكثر. حنا المغاربه عندنا واحد المثل كيقول قطره قطره كيفيض الواد، كنقولوها لشي واحد اللي زربان وباغي يدير كل شيء في مره، اولا شي واحد اللي عيا من الخدمه وما كتبان ليه حتى نتيجه. كنبغيو نبينوا ليه التاثير ديال ديك النقيطه د الماء وكيفاش انها قادره مع التكرار والاصرار ديالها تفيض واد. راه ما غتبانش ليك النتيجه ويبانوا لك العضلات في اول مره تمشي فيها لاصال، ولكن الا بقيتي كل مره كتمشي اليوم غدا اليوم غدا غادي تلاحظ الفرق، ومع المده غتبان لك النتيجه واعره ديال داك الروتين انا التكرار البسيط اللي كنتي كدير. هنا بزاف منكم اجي يقول لي التكرار فيه الملل وروتيني، ما كنقدرش داكشي اللي درتو اليوم نديرو غدا. غنقول لك انا راه ما كنقصدش التكرار بمعنى انك دير نفس الحاجه بلي ديتاي وما تطورش منها. انا مثلا كنكرر انني كندير كل نهار اولا سيمانه كندير فيديو، وكل فيديو ما كيشبهش الاخر، كنحاول كل فيديو نديرو احسن من الاخر بافكار جديده وبابداع جديد. تكرار انك كتعاود نفس الحاجه وتطور وتبدع فيها وتزيد لقدام. مثلا اي واحد الا سولتيه كيفاش حفظ القران غيقول لك بالتكرار، يعني ديما كتلقاه كيراجع وكيعاود داكشي اللي فاتو. مثلا الا بقى كيحفظ نفس الصوره كل نهار وما كيزيدش عليها صوره اخرى دافع انه خايف ينساها، هنا هو ما كيحقق حتى تقدم. اصلا فاش كتكون داير واحد الهدف بين عينيك وعندك واحد الرغبه والعزيمه وكتخدم على راسك ومقاتل ديال بصح، راه غيكون اخر همك هو الملل والروتين. فكخلاصه التكرار بلا تقدم وتطبيق ما كيسوى والو. تطبيق بمعنى انك ما تبقاش جالس في بلاصتك وكتقول انا غني 100 مره او لا انا سعيد. راه مزيان انك تقولها باش العقل الباطني ديالك يقتنع، ولكن دير شي حركه انت، دير الجو ديال السعاده، دير شي محاوله باش تولي غني، وهنا انت غادي تعاون عقلك ويبدا يجلب لك افكار وظروف اللي ملائمه باش تطور. التكرار كتعتبر من انجح الطرق اللي تقدر تنجح بهم في حياتك، ولكن كيبغي الصبر. فباش انك تعاود واحد الحاجه اللي متعبه ليك او لا كتجيك ممله ولواحد المده اللي طويله، هذه ما غيقدرش يديرها اي واحد. وهذه هي النقطه اللي كتفرق بين واحد واصل وواحد رجع اللور. هنا فين غيبان ليك علاش فلان نجح وحقق واحد الحلم وبين واحد كان بادي وحبس ورجع اللور. بكل بساطه حيت واحد صبر على دوك الظروف اللي ما كانوش زوينين ومع ذلك تقاتل وقدر يخلق جو من والو لراسو. التكرار ما هو الا وسيله كيشوفها البعض من الفوق على انها ممله وروتينيه،
ولكن الا زوميتي عليها غتلقاها هي السبب من بين الاسباب الرئيسيه اللي وصلت لك لهذه النتيجه اللي انت فيها، سواء ايجابيه او لا سلبيه. حيت الا كنتي كتكرر واحد العادات اللي سلبيه فراه اكيد النتيجه غتكون سلبيه، والعكس صحيح. انت عندك وسيله وكل شخص كيفاش كيستعملها، فحاول انك ترجع من حاجه اللي كتعتبرها اغلبيه الناس سلبيه لواحد الحاجه اللي ايجابيه واللي غتفيدك في بزاف ديال الحوايج. وهنا كيكون سالا الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وتبقاو على خير.